قبل الخوض في التفاصيل يجب تأسيس قاعدة عقدية ثابتة، وهي أن الله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، هو خالق الزمان والمكان، وبالتالي لا يجري عليه حكم الزمان والمكان كما يجري على المخلوقات. يقول الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الحديد 3:1. الحديث النبوي الفاصل في المسألة. ورد سؤال مباشر للنبي صلى الله عليه وسلم حول هذا الأمر تحديدا، وهو العمدة في هذا الباب. عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: كان في عماء، ما تحته هواء وما فوقه هواء، وخلق عرشه على الماء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ورواه ابن ماجه وأحمد. شرح مفردات الحديث. العماء، الأعمى. اختلف اللغويون والعلماء في تفسير هذه الكلمة بدقة، ومن أبرز الأقوال لغويا: السحاب الأبيض الرقيق، أو السحاب الذي لا مطر فيه. تفسير العلماء: بما يليق بالله. قال يزيد بن هارون من كبار التابعين: أي ليس معه شيء. وقال غيره: هو الخلاء أو الفضاء الذي لا يوجد فيه شيء من المخلوقات المعروفة. المعنى الإجمالي أن الله كان موجودا في حال لا يحويه فيها مكان مخلوق، ولا تحيط به أجرام سماوية أو أرضية، بل هو العماء الذي يعني الغيبة عن علم الخلق، أو الفراغ الذي لا يشغله سواه، ما تحته هواء وما فوقه هواء. هذا تأكيد وتوضيح لمعنى العماء، أي أنه لم يكن هناك أرض تحته ولا سماء فوقه، لأن الهواء هنا يعني الفراغ أو الخلاء، مما يؤكد تفرده بالألوهية قبل خلق الأجرام. 2. حديث عمران بن حسين: التفرد المطلق. في صحيح البخاري: جاء وفد من أهل اليمن يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أول هذا الأمر، بداية الخلق، فقال لهم: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. وفي رواية: ولم يكن شيء قبله، وفي رواية: ولم يكن شيء معه. يستفاد من هذا الحديث أزلية الله، وجود الله أزلي لا بداية له. الترتيب الخلقي: الله موجود أزلا، ريليفتارو، ثم خلق الماء والعرش، جيليفتارو، ثم خلق السماوات والأرض. 3. مسألة العرش والماء. تتفق النصوص على أن العرش والماء كانا من أوائل المخلوقات، وأن الله سبحانه وتعالى حين خلق العرش خلقه على الماء. يقول الله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء. هود 7. الخلاصة الترتيبية: الله سبحانه وتعالى الأول بلا بداية، الحالة التي وصفها النبي بالعماء، قبل خلق السماوات والأرض والعرش. خلق الماء، خلق العرش وكان على الماء، خلق القلم لكتابة المقادير، خلق السماوات والأرض. 4. تنبيه عقدي وعقلي هام. عند البحث في أين كان الله، يجب على المسلم استحضار قاعدتين هامتين: الله خالق المكان، السؤال بأين يستفسر به عن المكان، والمكان مخلوق. الله سبحانه وتعالى كان موجودا قبل خلق المكان، فهو لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان. وجوده سبحانه وجود ذاتي لا يفتقر إلى ظرف مكاني ليحل فيه، ليس كمثله شيء. لا ينبغي تخيل العماء أو الهواء المذكور في الحديث بمقاييسنا الفيزيائية الحالية كالأكسجين أو الغيوم المطرية، بل هي ألفاظ تقريبية لعقول البشر لتفيد معنى الخلاء أو ما لا يدركه البصر والعقل، والله أعلم بكيفية ذلك. قال الإمام مالك في مسألة مشابهة: الكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. وهذا ينسحب على تفاصيل الغيبيات التي لم يخبرنا الله بكيفيتها الدقيقة. الزمني: